السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن توصية جديدة من توصيات رامبل التابعة لمنصة ساندر لتداول الأوراق المالية، بخصوص سهم رمز HELI، سهم مصر الجديدة للإسكان. السهم التوصية بتاعته الحدود الشرائية 12 جنيه إلى 13 و10 قروش، السعر المستهدف 16 ونص، العائد من السعر المستهدف 36%، وقف الخسائر 10.70، نسبة وقف الخسائر 11.6%. السهم ده يا جماعة يعني بس الأول نخش قبل ما نتكلم عليه على التوصية في رامبل، نفس الكلام اللي احنا قلناه. عمل أداء سلبي من بعد التوصية عليه 4%. السهم ده يا جماعة حرفيا من الأسهم الجميلة جدا 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 جدا. هو عامل أداء سلبي ومقرف أوي أوي أوي، بس الميزة الوحيدة اللي فيه اللي أنا أقدر أتكلم عليه فيها هو إنه من قطاعات الإسكان اللي بقالها سنة ما عملتش أي أداء، حرفيا يعني سنة كاملة هي في حالة تذبذب صعودا وهبوطا. يعني هو ما قالش يا ليل يا عين في اي حاجة. يعني سهم مدينة مصر طلع، وسهم طلعت مصطفى طلع، وسهم بالم هيلز طلع، واسهم عقارية كتير طلعت، وحتى الحاجات المكملة للعقارات زي الاسمنت والكلام ده كله، الحاجات دي طلعت. والسهم ده عمال طالع نازل في قناة سعرية ثابتة. يعني ممكن نخش على المؤشر ونحلل بس في فيديو تاني. ما عملش اي اداؤه يكاد يكون ثابت. فهو من المتوقع ليه ان هو يعمل صعود الفترة اللي جاية. بس الفترة اللي جاية دي امتى؟ ما اقدرش اقول لك خش دلوقتي اهو. دي انت شايف اهو، كان عليه توصية وعمل اداء سلبي من بعد التوصية 0.5%. الوقت ده مش وقت دخول، الوقت ده وقت انتظار. طب هنستنى لامتى؟ دي ان شاء الله هتكلم عليها في فيديو، لان ليها متعلقة بامور سياسية. يعني لازم تربط ما بين السياسة والاقتصاد، خاصة في البورصة، لان اي شيء سياسي في اوضاع زي الاوضاع بتاعتنا في مصر بتأثر على الاقتصاد. فدايما يعني ما تخلكش منعزل عن السياسة، لان هي ليها شكل او باخر ارتباط بالاقتصاد وبالبورصة المصرية. فالسهم ده ليه مستقبل. الشراء امتى بقى؟ دي ان شاء الله هنتكلم عليها، هنعمل لها فيديو مخصوص ليها. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.